السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتي قناة نكهات الزهراء. اليوم جبت لكم فطيرة رائعة كتجي طرية وكتذوب في الفم بلا قشرة قاصحة وبلا قرمشة، غير النعومة والهشاشة. طريقة سهلة وبمكونات موجودة في كل دار، والنتيجة الفطيرة اللي غتعجب الصغار والكبار. تابعوا معايا باش نوجدوها خطوة بخطوة وتخرج لكم بنفس الشكل. وما تنسوش تشاركوا في القناة وتدعموني باش نكمل نقدم لكم كل جديد. نبداو على بركة الله بالمكونات اللي غادي نحتاجو. بسم الله. غادي نحتاجو دقيق اللي يكون مغربل، المجموع ديال الكيسان 3 الكيسان ونص بقياس كاس ديال العنبه، ضروري تغربلوا الدقيق. غادي نحتاج نصف كميه من ساشي خماره الحلويات ما يعادل 4 غرام، ملعقه خميره فوريه، ملعقه كبيره سكر سنيده، تقدروا تعوضوها بملعقه كبيره ديال العسل. وغادي نحتاج الماء اللي يكون عادي من الصنبور. انا نسيت ما ضفتش الملح، عاد غادي نضيفها من بعد، نتوما ضيفوها من الاول مع الخميره وسكر سنيده. وغادي نبقى نجمع في العجين ديالي. الماء كيبقى على حسب نوعيه ديال الدقيق. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف شحال احتاجيت ديال الماء بقياس كاس العنبه. وغادي نبقى نجمع في العجين ديالي حتى نحصل على هذا القوام. وغادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها حتى يضاعف الحجم ديالها. غادي ندوز باش نوجد الحشوه اللي غادي نحتاج كميه من الزيت، وغادي نحتاج بصله اللي قطعتها شرائح. الكميه ديال البصله احتاجيت 2 بصلات. الفلفل هنا درت 3 الفلفلات، تقدروا ديروا لون واحد. غادي نضيف كميه من الربيع، غادي نحتاج في التوابل ملح، سكينجبير، ابزار، خرقوم، تحميره او بابريكا. وكنحرك الكل وكنخليه حتى تدبل ليا البصله مع الفلفله. في هذا الاثناء كتكون العجينه ضاعف ليها الحجم. غادي نقسمها على 2. هاد الكميه كتخرج لكم القياس ديال 2 فطيرات. غادي نرش سطح العمل بالدقيق وغادي نسرحها على هاد الشكل، وغادي نحطها في لاطه. وعاد غادي نبدا نخدم فيها. غادي ندير تبصيل الوسط ونبدا نحط في الصلصه الطماطم راني حضرتها معكم من قبل. البصله والفلفله اللي باردين تماما. الحشوه كتبقى اختياريه. انا استعملت الطون، تقدروا تستعملوا اي نوع من اللحوم بغيتو. وغادي ندير الفرماج وغادي نزول التبصيل. وغادي ناخذ قطعه ديال بيتزا وغادي نبدا نقطع فيها على هذا الشكل. وغادي نبدا ندخل فيها دابا من الجناب باش تهز ليا بكل بساطه. وغادي نثبتها في الجناب. انا غادي ندهنها بصوص صوجا، تقدروا تدهنوها باللي بغيتو. وغادي ندخلها الفران اللي سخون من قبل على درجه حراره اللي تكون مهيله، سواء فرن غازي او فرن كهربائي. وبهذا الشيء كنكون وصلنا لنهايه الوصفه ديالنا اليوم. شوفوا العجينه شحال جات رطبه وقطنيه من الداخل، والحشوه ما شاء الله بنينه. المذاق واعر بزاف، ضروري خاصكم تجربوها. قولوا لي في التعليقات واش كتبغوا الفطائر المالحه ولا الحلوه اكثر. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا جداد. نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده.